الحلم ده كبر معايا، ولما وصلت لزيرو تك حسيت إني بحقق حلمي، لأني بشتغل في المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط اللي بيصنع الأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة. أنا واحد من 1500 موظف موجودين في زيرو تك بتخصصات كتير. عديت باختبارات كتير وحضرت أكتر من 10 دورات تدريبية، وبقيت جزء من كيان كبير هدفه الأساسي توطين التكنولوجيا علشان نقدر نشوف المنتج المصري بينافس في الأسواق العالمية. في 2024 كان عندنا أهداف لازم نحققها. الصعوبات كانت كتير، عدت علينا لحظات حسينا إنها مستحيلة. ما كانش سهل إننا نصنع منتجات أول مرة يتم تصنيعها في مصر، بس من جوانا كان دايماً في صوت بيقول لنا إن إحنا نقدر. ويوم بعد يوم وبعد تعب ومحاولات قدرنا نحقق هدفنا، وصنعنا أول بوردة رئيسية لكاميرات المراقبة، واللي بتقوم بالتقاط الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية بتمثل الصورة وتدعم خواص الذكاء الاصطناعي. وأنتجنا منها أكتر من 50,000 قطعة وتم بيعهم في الأسواق. إلى جانب تصنيع الجسم الخارجي للكاميرا اللي بيجتاز اختبارات الحماية العالمية IP67، زي اختبارات الغمر في الماء ومقاومة الأتربة، وكمان استخدمنا مواد طلاء مضادة للصدأ ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية. وعلشان تكمل المنظومة صنعنا كل محتويات الغرف المركزية، زي الشاشات 24/7 بمقاساتها المختلفة وبجودة 4K، وأجهزة السيرفر اللي بتقدر تدير وتتحكم في أكتر من 10,000 كاميرا. وما وقفناش لحد كده، إحنا كمان طورنا في خطوط إنتاج الصوتيات علشان نقدر ننتج مجموعة جديدة من السماعات وأنظمة الفيديو كونفرنس. وكانت من أكتر اللحظات السعيدة في حياتي هي حصول منتجاتنا على اعتماد شركة UL الأمريكية، واللي بتأكد إن منتجاتنا مطابقة للمواصفات العالمية. وهنا بينتهي دوري ويجي دور فريق التسويق. فخورة جداً بالإنجازات اللي اتحققت في مجال الصناعة والإنتاج، وده كان حافز ليا كجزء من تيم تسويق كبير في زيرو تك إننا لازم نشتغل أكتر علشان نقدر نوصل لكم كل الإنجازات دي. وعن طريق حملات تسويقية مدروسة وقوية جداً قدرت أشوف المنتجات اللي بيتم إنتاجها في مصانعنا بتكبر وتنتشر أكتر وأكتر، وبقت بالفعل موجودة في كتير من المشروعات القومية الكبيرة زي البنوك والشركات والقطاعات المهمة زي قطاع البترول وكمان الجامعات. ما وقفناش بمنتجاتنا لحد كده، إحنا كمان قدرنا نثبت وجودنا في أسواق جديدة في الوطن العربي، فبدأنا تصدير منتجاتنا لأول مرة لدول مختلفة زي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وكمان سلطنة عمان. وعشان كان هدفنا من البداية إننا نوصل لعدد أكبر من الناس ونشاركهم منتجاتنا، شاركنا في أهم المعارض في مصر والشرق الأوسط في مجال الإلكترونيات زي معرض كايرو ICT 2024 ومعرض سبورت إكسبو 2024. وكمان زودنا عدد الفروع علشان نبقى قريبين لكل عملائنا. ومن جانب مسؤوليتنا المجتمعية أسسنا أكاديمية لتدريب وتأهيل الأجيال الجديدة على تقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وده جزء من دورنا في دعم وتنمية المجتمع. في 2024 فريق الدعم الفني والصيانة بذل جهد كبير وطور من نفسه بشكل ملحوظ، وكان من دورنا كفريق تسويق إننا نبلغكم بكل فخر إننا بقينا أسرع دعم فني في مصر، ووصلنا لنسبة رضا عملاء تجاوزت 97%. النهاردة وأنا هنا بشارككم كل الإنجازات اللي حققناها في 2024، وبفتخر إني جزء من الفريق اللي ساهم في تحقيق كل ده. ورا كل الإنجازات دي كان في شراكة استثنائية وداعم حقيقي آمن برؤيتنا ودعم خطواتنا. وفي رحلتنا للنجاح كانت الهيئة العربية للتصنيع الركيزة الأساسية والشريك الاستراتيجي اللي ساهم بشكل أساسي في تحقيق كل اللي وصلنا له. ثقتهم ودعمهم لينا كانوا ولا زالوا حجر الأساس في مسيرتنا وعلامة فارقة في مشوار نجاحنا.